الجزائر هذه عبر البوليزاريو بغات تبين المنتظم الدولي رحنا في حرب ورحنا وقادرين نديرو. شنو غادي تبين عاوتاني هذا الشيء؟ ان البوليزاريو تزودات باسلحه متطوره اللي قادره توصل لمدينه السماره. حنايا كمغاربه ولا كمواطنين مغاربه هذا الشيء ما خصوش يخلعنا، هذا الشيء ما خصوش يزعجنا. ولا كاين القوات المسلحه الملكيه شتي طيح غدا 4 القذائف. اليوم راه هما صيفطوا 4 ديال القذائف، دابا واش البوليزاريو صيفطوها من الحزام الامني من لهيه الجناح الاعلامي ديالهم داكشي اللي كيقول لك نواحي تفاريتي، ومن تما هما بداو كيشيروا وضربوا هاد 4 القذائف وراه هما كيطبلوا بها بهذا المعطى الجديد بان عندهم صواريخ اللي تقدر توصل لمدينه السماره. القوات المسلحه الملكيه غتاخذ تدابير باش هذوك الصواريخ ما بقاوش غادي يوصلوا. وهذا الشيء ما خصوش يخلعنا ولا يربكنا ولا يقول ما عرفت شنو. المغرب الرسمي راه غادي يبقى في الحكمه، ولو غدا ولا بعد غدا يضربوا الحرب ما غاديش تكون. المغرب الا جا تبع البوليزاريو غادي يدخل التراب الجزائري. الجزائر هما هذا الشيء اللي بغاو. الجزائر كيقلبوا عليها من شحال هادي، لان داروا تكانات وقدموا العسكر ديالهم في الشمال الشرقي ديالنا والجنوب الشرقي وعمروا الدنيا، وهادشي راه كانوا كيوجدوا ليه. وحنا حتى حنايا درنا العسكر ديالنا تما لي بغوي دو بوت. ولكن باش المغرب يطيح في الفخ ويضرب البوليزاريو راه يقدر يمحيهم وسط التراب الجزائري. الجزائر غتمتى هي جايه. هادشي ماشي في صالح المغرب وماشي في صالح الجزائر، لكن حنا عندنا نظام ملكي عنده قرون. النظام الجزائري نظام عسكري اجرامي ما مسوقش، والدوام ديالو الدوام ديال هذا النظام غادي يجي بخلق واحد الحرب مع المغرب. وهذيك الحرب اللي ما خصهاش تكون وما غاديش تكون، وحنا دعاة السلام. ولو يبقاو يضربوا غادي نتصداو. وانا كنظن ان لا ملك البلاد ولا المسؤولين ما غاديش يطيحوا في الفخ ديال البوليزاريو، وهانتوما غادي تشوفوا. لان الحرب غادي يكون عندها ثمن، غادي يكون عندها ثمن في الارواح في الجهتين المغربي والجزائري. عندنا تفوق وتا هما عندهم تفوق، ولكن ماديا سننهك وسينهكون. وهذا الشيء كامل مخطط له من شحال هادي. وشوفوا الفيديو اللي غادي ننشر غدا غادي تفهموا علاش هذا الشيء واقع. انا قلت لكم بان كاين مجلس امن، بان الجزائر عبر البوليزاريو كتقلب على الحرب مع المغرب. المغرب ما غاديش يطيح في الفخ ديال الاستفزاز الجزائري، وغادي يترزن وغادي يمشي للمحافل الدوليه لادانه البوليزاريو والجزائر. راه الحرب الى ناضت عندها كما قلت لكم ثمن في الارواح، عندها ثمن مادي، تكلفه ماديه. غادي يمشيو لينا الفلوس ديال التنميه ديال السبيطارات ديال هادشي. وهادشي اللي بغات الجزائر، بغات تنهكنا ماديا. راه جراتنا السباق التسلح وتسلحنا ما فيه الكفايه على ظهر التنميه في المغرب، على ظهر الثقافه، على ظهر الرياضه، على ظهر بزاف ديال الحوايج. وتقلنا ديون باش تسلحنا، وتا هما تسلحوا على قبل هاد اللقطه هادي. غادي نضربوا السماره ولا غنضربوا شي منطقه واحده اخرى مدنيه. المغرب ولا المواطنين المغاربه غادي يبدا لا بانيك. ناري اش واقع. راه حنا في حرب، راه نحن في حرب غير ماشي حرب كلاسيكيه. حنا ماشي هازين الكلاش وغادا تقلب وغادا دير وغادا تيري، وهادشي كله ما كاينش. داكشي كله في السماء، والحرب من هنا تيري من هنا تيري من هنا. والجزائر كتقلب على هذه القضيه. غتدفع البوليزاريو، غادي تجهز البوليزاريو، غتعطيه اسلحه وغتعطيه باش يقدر يوصل للسماره ولا يوصل حتى للعيون الى بغاو. غتعطيهم باش المغرب ينوض يطيح في الفخ ديالهم ديال الحرب معاهم. طبيعه النظام ديالنا، طبيعه المغربي ما غاديش يطيح في الفخ ولو هادشي كامل. وغادي يتضارب من اجل ادانه الجزائر. وحاجه اخرى، ملي غادي نبغيو الادانه غادي ندوروا عند الاوروبيين، غادي ندوروا عند امريكا شنو غدير لينا؟ واسمعوا مزيان، امريكا غادي دير لينا بغيتو نوقف معاكم، لان راه بيع وشرا. بغيتو نوقف معاكم، بغيتو الادانه، بغيتو
اول حاجه اسرائيل. الا بغيتوا ما بغيتوش سيروا دبروا معاهم، سيروا تحاربوا مع الجزائر. بغيتوا الادانه ونوقفوا هذا الشيء ونحنزوا فيهم ونخرجوا عينينا، غادي عندك السفاره ديال اسرائيل تحل، بغيناها تحل في الرباط، والمغرب غادي يلقى راسهم الشنوق من هنا. كي غادي يدير؟ غادي نمشيو عند الاوروبيين، الالمان، الانجليز، غنمشيو عند الفرنسيين بزمننا، الاسبان، وهذا بحال غادي يقول لك مصالحنا. الشيء غادي يجبد لك اتفاق ديال الصيد البحري، الشيء غادي يجبد لك بغينا الصفقه ديال القطار فائق السرعه، وكل واحد غيجبد لك مصالح، وغادي نلقاو مره اخرى راسنا بالشنوقين. كي غادي نديرو؟ كي غادي نخرجوها؟ يعني حنا كمغاربه راه ما خصناش نمشيو نتكلموا بالعاطفه، ولا اواه ضربونا اجي غادي نهجموا عليهم، راه ما غيهجم عليهم احد. واللعب كبير ومعطيات اللي كاينه عند الدوله ما عندناش حنايا. غير باش تعرفوا هذه القضيه، اشنو كان اللي قلت لكم، وهو غادي يشنقونا. اشنو غادي يطرى لينا؟ غادي خصنا ندوروا عند روسيا، ولكن روسيا راه حليفتها هي الجزائر منذ الحرب البارده، منذ هذه 40 عام ولا 50 عام. الجزائر ديالها غنمشيو عند الصين بحال الصين، واحد الدوله اللي غير البيزنس معها والصلاه على النبي، ما عندهاش مواقف دبلوماسيه كبيره قويه اللي تقدر تزعزع شي واحد. وروسيا عندها الحرب مع اوكرانيا ومشغوله في حوايج اخرى. هنا في غادي نطيحوا حنايا. دونك حنا كمواطنين مغاربه هادشي كله اللي طراو، هاد الضربه هادي وهذا عندها ثمن، وعندها ناس كيتسناو من جهه اخرى المغرب يلتفت لهم، وبالزمن يلتفت لهم، لان غادي يقلب على السند الدبلوماسي، وهذا السند الدبلوماسي لادانه هذا الهجوم الغاشم الجبال. ولكن هادشي اللي عطانا الله واحد الجار، جار السوء. هذا هو جار السوء، ما زاد هو ما خلى ليه يزيد. دونك غير غدا لما سمعوا ان المغرب راه دار شي تنازلات وهذاك الشيء، راه بز منه ما بغيتيش غادي نصيفطك للحرب، وغادي بطريقه غير مباشره غادي ندفع داك البوليزاريو مازال يتيري، وغادي نخلق لك البلبله لداخل. اللي خصنا حنا كمواطنين مغاربه هو التريث. اولا يضربوا ويعاودوا يضربوا، ايوا القوات المسلحه الملكيه قاده بشغلها. خصنا تقويه الجبهه الداخليه خصوصا باقاليمنا الجنوبيه، وخليونا من الشعارات، وخليونا من الشي كيضرب في الشي، وخليونا من نكونوا ملكيين اكثر من الملك. لان شي وحدين راه كيديروا شي تفاهات، شي بسالات في انترنت. خصنا نكونوا واقعيين في مواقع التواصل الاجتماعي، نكونوا واقعيين. صيفطوا هاد القضايا في البوليزاريو، ومن بعد شنو المشكل؟ نقلبوا على الادانه، الرد عليهم، وداك الشيء كله ما كاينش، ودا التخربيق، والنظام ديالنا ما غاديش يرد على حتى شي واحد. اللي يقدر يدير هو المنطقه العازله، المغرب يدخل، وهذيك المناطق باهيه الا مغربيه، ويسترجعها باش البوليزاريو غادي يدفعوا للجهه الاخرى، غادي يخرج من تفاريتي، يخرج من ام دريقه وداك الشيء كامل، وغادي يرجع للحزام الامني من لهيه. وديك الساعه ملي غادي يضربنا، غيضربنا من الجزائر، وغنقدروا ندينوا الجزائر والمنتظم الدولي بحال.